بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا البرزنتيشن رح نشرح عن ريبورتس في مايكروسوفت اكسس، المواضيع الأساسية اللي مطلوب منا إن نغطيها وينسأل عنها بالامتحان. رح تكون مغطية إن شاء الله خلال هذا البرزنتيشن. طبعا إحنا مش مطلوب منا نعمل ريبورت بيجينا جاهز، بكون نحكي مثلا اسم الريبورت وأنا شو مطلوب الإشي مني. بعتذر عن رداءة الصوت، الميكروفون عندي شوي خربان، بس سامحونا وحاولوا تعرفوا تسمعوا منيح. أي أسئلة أنا إن شاء الله جاهزة. طبعا كل شيء من المطلوبات مني بالريبورتس بيكون معطيني ريبورت، انا مش مضطر اعمل ريبورت، بيكون الريبورت جاهز. عشان اعرف عدد الصفحات بروح على الريبورت او اللي بدي اطلع له عدد الصفحات، زي هون مثلا بيشنس 1، بعمل عليه دبل كليك، لازم يكون على الريبورت فيو مفتوح. بروح على التاب فايل، بختار منها برنت، من خلال الفرعية بختار برنت بريفيو. على برنت بريفيو بطلع لي كيف رح يطلع شكل الريبورت لما اقطعه على ورق A4. في عندي هون بيطلع لي الكرنت بيج اللي انا هلا فاتحتها، عندهم بتنزل على النكست بيج. في عندي الايكون هاي بتديني على اللاست بيج، لما اكلس على اللاست بيج بعرف انه الريبورت تبعي مكون من 5 صفحات. عشان اعرف شو اسم التيبل اللي هذا الريبورت معمول عليهم، بروح على الريبورت نفسه من التاب تبعت فيو، بعد كليك ديزاين فيو، يفتح لي هون الديزاين اللي تبع التيبل. في عندي هون من الديزاين تاب اللي بتفتح لما عامله الديزاين فيو. بروح على اد اكزيستنج فيلدز، بيطلع عندي هون الفيلد بس بحكي لي شو اول تيبلز، اذا ما كانت مفتوحه بالعاده بتكون مفتوحه باي ديفولت. بيطلع عندي هون fields available for this view from table patients، يبقى اسم التيبل اللي هذا الريبورت معمول منها اسمه patients. السكشنز بالريبورتس كتير شبه السكشنز اللي اخذناهم بالفورمز، في اختلاف بسيط بيناتهم هلا بنيجي. في عندي الريبورت هيدر والريبورت فوتر. لما نيجي نعمل منه هارد كوبي لهذا الريبورت نطبعه على ورق، الريبورت هيدر رح يطلع على بداية أول صفحة بس، والريبورت فوتر رح يطلع على نهاية آخر صفحة بس. بينما البيج هيدر والبيج فوتر هدول، البيج هيدر بيطلع على راس كل صفحة مطبوعة. الفورم تبعي طبعا مثلا على 5 صفحات، فعلى راس كل واحدة من ال5 صفحات رح ينطبع عندي شو ما كان الاشي موجود في البيج هيدر، وعلى اسفل كل صفحة رح ينطبع عندي شو كان موجود بالبيج فوتر. هلا في عندي طبعا الديتيلز سيكشن نفس اللي كانت بالفورمز، اللي هي تعرض لي الداتا اللي انا بحدد له اياها. في عندي طبعا هون اختلاف اللي جايبيناتهم، بس في عندي هون اشي اسمه ديبارتمنت هيدر. الديبارتمنت نمبر هيدر هذا هو احنا نسميه جروبينج سيكشن، يعني احنا بدنا نيجي ننظم البيانات تبعتي في جروبس. فمثلا بهذا الريبورت اللي اسمه دكتورز 1 عامل لي جروبينج للمعلومات اللي معروضة فيه حسب الديبارتمنت نمبر. بالنسبة للكنترولز هم نفس بالضبط اللي شرحناهم بالفورم، تقدروا ترجعوا للفيديو تبع الفورمز حتى تعرفوهم. طبعا في عندي الباوند والانباوند والكالكوليتد فيلدز. فمثلا هذا عندي انباوند هو عبارة عن ليبل، في عندي هنا تكست بوكس، هذا calculated field لأنه يبدأ بإشارة مساواة. القصة إنه الكنترولز اللي بالريبورتس نفس الكنترولز اللي انشرح عنهم بالفورمز.